السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم حضرت كيكه بارده ولا غاتو ولا تشيز كيك بارد، كيجي ساهل بزاف اقتصادي، يعني ما كيقبضش لينا الوقت بزاف وماشي بزاف ديال المكونات. كيتحضر يعني بسرعه، كيجي منعش يعني بعده مذاقات. هاد التشيز كيك هذا درت فيه بزاف ديال المذاقات، يعني غادي يعجبكم بزاف. على بركه الله غندوزو المكونات. غناخد الهاشوار وغادي نوضع فيها 6 ديال العلب ديال بتي بور ولا ديال بيمو ولا هنريس، اي نوع كتفضلوا. كما شفتوا هنايا انا دوبت الزبده 100 غرام ديال الزبده، خليتها تبرد على جنب. على ما تبرد غادي نوضع البيمو في الهاشوار بهذا الشكل هذا كما شفتوا. غادي نطحنوا، يعني ما غاديش نطحنوا بزاف، يعني غادي نطحنوا غير شويه صافي. ومن بعد غادي نوضع هذا البسكويت هذا في شي اناء واحد اخر، وغادي نوضع عليه الزبده، يعني ما نخليهش. شوفوا كيفاش مطحون، يعني ما نطحنوش بزاف، ممكن اننا نهرسوه بالمدلك ولا باي حاجه. صافي. ومن بعد كندير الزبده ضروري تكون بارده باش كيجينا داك البسكويت كيجينا مقرمش وما كيجيش معجن. صافي كنخلطوا بهذا الشكل هذا بالمعلقه ولا بيدينا حتى الزبده تدخل مزيان في داك البسكويت وبيمو. صافي كناخذ مول القطر الديامتر ديالو 26 سنتيمتر، غادي نوضع فيه هذا البسكويت اللي مرمل بالزبده يعني بهذا الشكل هذا، وغادي نضغط مزيان. ممكن اننا نضغطو بالمعلقه ولا بالكاس ولا حتى بيدينا، ماشي مشكل. نضغطو مزيان. في هذا الوقت راني شاعله الفران على 200 درجه من الفوق ومن التحت. كندخل ليه هذا البسكويت هذا واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق. على ما كيتحمر لينا البسكويت غناخذ نوجدو الكريمه. عندي 6 ديال العلب ديال دانون بالنكهه ديال الحامض، عندي 2 ديال الفاني، عندي واحد الساشي ديال النيدو صغيره، وغادي نوضع واحد الاضافه اللي غتعطيه واحد المذاق كريمي. يعني كيعطيه واحد المذاق زوين بزاف. في الاخير نتوما غتشوفوا داك الاضافه اللي غنضيف. يعني هاد الكريمه هذه راه كتجي خفيفه، ما كنحتاجوش نديرو فيها لا سكر لا والو، لان دانون اصلا حلو. وغادي نضيف الاضافه اللي قلت لكم هو هذا الجبلي، كيعطي واحد المذاق كريمي. وهذيك الكريمه كتقبض في راسها، يعني كتعطيه واحد البنه واحد هذا مع فيها واحد النسبه ديال الحموضه، كتعطيها لواحد اللذه زوينه. صافي كنضيف دوك 2 ساشيات ديال الفاني، وكنضيف داك الساشي ديال النيدو الصغير بهذا الشكل هذا. صافي وكنخلط. صافي هذا هو المزيج اللي غادي ندير. غادي نمزج مزيان، نخلطو مزيان حتى كيولي كريمي بهذا الشكل هذا، يعني ما يبقاوش دوك الكويرات ديال دانون ولا ديال الجبن. صافي وكنجبدو المول ديالنا من الفران، كنقيسوه تنشوفوا انه قبض في راسو. صافي وكنديروا الكريمه بهذا الشكل هذا. واخا يبقى سخون، واخا تكون ديك البسكوي راه سخون اصلا، غادي ندخلوا هادشي كامل للفران، يعني الفران تنخليه باقي شاعل. كنسرح هاد الكريمه هذه بهذا الشكل هذا، كندخلها للفران مده 5 دقائق. صافي غير كيجمد، ما تنخليوش يتحمر. 5 دقائق تنقيسوها تلقاوها انها جمدات، يعني كتجي بحال الفلون. صافي كنخليوها تبرد في الثلاجه واحد 20 دقيقه عاد باش كندوزو نزينوها. ضروري تبرد مزيان باش يعني 20 دقيقه حتى المهم الوقت اللي كنتو غادي تقدموها عاد تزينوها. عندي انا واحد الاضافه غادي نضيفها، يعني اختياريه، ممكن ديروها ممكن انكم تستغناو عليها. انا عندي شانتيي طربتها، واحد الكاس ديال شانتي طربته، غادي نزين به الجناب بهذا الشكل هذا باش كتعطيني واحد الفوليوم الحلوه ديالي، يعني كتجي هكا واقفه وكتجي باينه. يعني اختياريه، ممكن انكم غير هكا تزينوها، ديروا كلاصاج ولا ديروا بودره الكاكاو من الفوق. صافي يعني هذه هي لا باز ديالها، يعني هذا الشيء هذا غير اضافات. ممكن انكم تزينوا باللي بغيتو. خديت 2 معالق 3 ديال المعالق ديال الناباج اللي كنزينوا به الحلويات، اللي كنزينوا به الفواكه، اللي كنلمعوا به. غناخد 3 وغادي نضيف ميغاغوم بالنكهه ديال الفرomboise ولا الفريز. هاد ميغاغوم فيه مذاق ولون، يعني زوينه المذاق ديالو، اللون ديالو كيعطي واحد اللون رائع. غادي ندوبو مزيان مع الناباج بهذا الشكل هذا، يعني ما غادي نطيبو حتى شي حاجه، ما غاديش نسخنوه ولا حتى شي حاجه، يعني غندوبو غير بالمعلقه. غادي نبقاو نضربو بحال هكا حتى كيولي سائل. صافي وكنوضعو هنا هكا في الوسط بهذا الشكل هذا. صافي كندخلها للثلاجه تبرد مزيان، عاد من بعد كنقدموها. هذا الحلوه هذه كل ما بردات كل ما كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. صافي كنقدمها بهذا الشكل هذا، يعني زوقتها بالحامض
وصافي كنقدمها بهذا الشكل هذا كما شفتوا، يعني كتجي منعشه في هذه الحراره. نتمنى انكم تجربوها. المذاقات اللي فيها مواتين مع بعضياتهم، يعني الحامض، الفرامبواز، يعني البسكوي بالزبده، يعني كلهم هاد المذاقات هادو كيتواتاو مع بعضياتهم. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب، وتحضروه في هذا الصيف هذا مع العائلات ديالكم. نتمنى انكم تجربوه، لان فعلا الا جربتوه راه غادي توليو مدمنين عليه. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء.